جرى اليوم الخميس توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم في قتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة شمهروش ضواحي مراكش بعد توقيف المشتبه به الأول أول أمسنا الثلاثاء. السلطات الأمنية كشفت النقاب عن هوية وصور المشتبه بهم الثلاثة بعد توقيفهم على متن حافلة، حيث يخضعون لبحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء تنفيذ الفعل الجرمي. فرضية الدافع الإرهابي طفت على السطح في هذه الجريمة بعد أن حصرت الأبحاث القضائية عدد المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة في 4 أشخاص. المخابرات الدنماركية من جهتها رجحت أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق وراء مقتل السائحتين.